السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله في احسن حال. هنا طبعا كان الجو كان وحش خالص يعني اليومين كده، فالأوضة دي اتملت تراب والبلكونة اتملت خالص تراب. قلت نبدأ بيها يعني ان شاء الله. يا ترى ايه اخبار الجو عندكم بقى زينا هنا هو ولا؟ بس ساعات بيكون اصعب برضه. التون دوت كان في البلكونة وكده، كان جرب يبوظ يعني من الشمس، فدخلته كده قلت اعمل يعني اطلع العروق منه وكده واحطه في الشعيرة بتاعته اللي هي بتاعت البصل والثوم وكده يعني. يا جماعة بالله عليكم حطوا اللايك يعني عشان آه صراحة انا حاسة ان انا مش هكمل فيها القناة دي. آه هما يعني هما كمية صغيرة بس اللي بتتفرج عليا وكده، فانا راضية بيهم وكده يعني الحمد لله. بس برضو حاسة ان انا مش هكمل فيها، مش عارفة ليه يعني ليه كم مرة كده بنزل فيديوهات صغيرة كده يعني مش مرتبة وكده يعني، بس عشان التليفون الذاكرة بتاعته اتملقت وكده يعني، وفي حاجة بقى انا مش فاهماها، فطبعا ابو ادم مش موجود وكده يعني، فقال لي التليفون لما تحصل فيه حاجة وكده يعني سيبيه ما تعمليش فيه حاجة، ما تودوش يعني لحد بره يشوفه الا هو بس يعني، هو بس اللي يشوفه كده يعني، عشان شغل التليفونات والكلام دوت هو شغله يعني وكده. فليه كم فيديو كده بنزلهم كده يعني عبط شوية يعني، فمعلش يا جماعة بس عشان التليفون والله مش اكتر يعني. وفي حاجات انا مش عارفاها في القناة الصراحة يعني عرفت على كد، يعني عرفت حاجات في القناة على كد ما عرفت يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي. آه، قعدت يعني افهم وادور ومش عارفه وكده لغايه ما وصلت لكده يعني. عرفت الصوت بيسجل ازاي، وعرفت الفيديو بي يعني ننزلوه
بالعرض كده زي ما انتوا شايفين كده. كان الاول بنزله بالطول لان ما كنتش فاهمه برضه حاجه. وفي حاجات برضو عرفتها وحاجات ما عرفتهاش يعني لغايه دلوقتي. ف يعني لو تشجيع كده منكم وكده يعني مش عارفه، عندي حالة احباط يعني بعيد عنكم يعني. يعني التليفون ان شاء الله هيتعمل، بس لما يجي ابو ادم ان شاء الله بالسلامة. مش عارفة يعني، لو بفكر في الموضوع ده ان انا الغي موضوع القناة وكده يعني. هنا بعد ما طلعت اللي بتاع دوت التوم من العروق بتاعته، كنت رايحة اجيب حاجة يعني ان انا احط العروق دي. فمش عارف بقى هو العيب من التليفون يعني ولا من البرنامج اللي انا منزلاه ولا ايه، مش فاهمه. كذا فيديو بالشكل دوت يعني اكون يعني منتجته وعملته، وبعد كده ابص تلاقاه زي ما انتوا شايفين كده يعني الصورة بتثبت كده وما فهملهاش حاجة. العيب دوت من التليفون او من البرنامج نفسه، مش عارفة بقى. يا ريت يعني اللي عارف حاجة يبقى يقولها لي يعني، حتى في التعليقات يعني. بس في قنوات كتير يعني حابة ان هي ايه تكون مع نفسيها كده يعني، ما تشاركش حد يعني الحاجة اللي هو مش فاهمها مثلا تقولها له او كده، مع ان انا ما بحبش كده على فكرة. يعني المفروض اللي معرفش حاجة قناة مثلا تابعته ولا كده تكتب له مثلا في التعليقات هو مش فاهم ايه يعني وتفهمه. انا عن نفسي لو حد مثلا طلب مني حاجة هقولها له على طول طبعا يعني. الصورة ثبتت على كده، مش عارفة لكن كده جبت الكرتون يعني ولميت الحاجات دي، بس كده هنكنسها بعدين. يعني اللي عارف حاجة يقولها للتاني، والتاني عارف حاجة يقولها للتالت كده يعني. بس متهيألي في الزمن اللي احنا فيه دوت كل واحد ايه ما ملوش دعوة بالتاني اصلا يعني. والله المستعان. انا عن نفسي يا جماعة اي حد مثلا محتاجني في اي حاجة، ما يعني ايه مش شكر في نفسه والله ولا حاجة، انا طبعي كده يعني. اللي بيكون محتاج حاجة لازم انا اعملها له ايا كانت ايه الحاجة دي. بس للأسف مش كل الناس زي بعضها طبعا يعني. يا ربنا يهدي الناس على الناس على بعضها بقى، يهدي الناس على الناس.
معلش احبطتكم معايا بكره. يعني ما تتضايقوش، يعني ما فيش حاجه ان شاء الله. طبعا الازاز كان طويل هنا، رحت تنيته كده شويه يعني. صداقتكم قصيره شويه يعني، مش طويله. والله هو في قنوات كتيرة يعني صغيرة وكده، يعني زي حالاتنا كده يعني، بس ايه، آه عايزة حد يشجعها وكده. الصراحة بتصعب عليا لان الناس فعلا يعني بتعمل حاجات كتيرة كويسة وكده، وما فيش حد بيتابعها وكده يعني. وما فيش حد اصلا بيدعمها من القنوات الكبيرة ولا كده. يلا ربنا معاهم ان شاء الله ومعانا باذن الله. كده بعد ما خلصتها يعني الليل طبعا عندنا، فبوريها لكم يعني بعد ما خلصت. جبت لنا هنا، دخلنا على المطبخ زي ما شايفين الوضع يعني. انا بعمل في المواعين، التليفون ايه فصل خالص. قال لي انت زعلانه؟ يلا ازعلي بالمره بقى. ودي كانت اخر جزء يعني في الفيديو، فصل التليفون فيها وكده، اخر جزء يعني. وكده اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تضايقوش يعني من الكلام اللي انا قلت يعني. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.